وسام ابو علي يا جماعه ما اشتراش النادي الاهلي. النادي الاهلي يا وسام اللي وقف جنبك وخلاك تيجي من نادي لك باسبور فلسطيني وجابك للنادي الاهلي وخلاك تشارك في بطولات انت يا وسام ما كنتش تحلم ان انت تلعب كاس عالم الانديه. مع النادي الاهلي انت لعبت في كاس العالم للانديه والعالم كله شافك. دلوقتي عايز تروح نادي كولومبوس الامريكي ليه؟ عشان خاطر عايز تبقى نجم، عايز تبقى عالمي. طب ما انت مع النادي الاهلي عالمي. قال لك لا انا عايز اروح امريكا. كان باين عليك يا وسام من الوشم المرسوم في ايدك فلسطيني ايه وبتاع ايه. انت حابب امريكا، انت حابب تروح تلعب هناك. مع السلامه. ما خد بالك يا وسام، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، ومش هتكون اعز من اللي مشوا قبليك واللي لسه هيمشوا. اوعى تفتكر يا وسام ان النادي الاهلي بيقف على حد. النادي الاهلي هو اللي عمل وسام ابو علي وهيعمل غيرك. النادي الاهلي هو اللي عمل وسام ابو علي وهيعمل غيرك. يقول لك انا جاي لي عروض من الوصل الاماراتي وجاي لي عروض من كولومبوس الامريكي. مع السلامه. الوصل الاماراتي مقدم 6 مليون دولار شراء ومش عارف 20% من نسبه اعاده البيع، وزيهم من نادي كولومبوس الامريكي. بس نادي كولومبوس الامريكي بيقول لك 5 مليون دولار و700 و10% من نسبه اعاده البيع. مع السلامه. انا كاداره نادي اهلي او من الكابتن محمود الخطيب اقول له يا ابني مع السلامه، روح كولومبوس الامريكي. مش انت عايز تلعب في كولومبوس الامريكي وحابب تلعب في امريكا؟ مع السلامه. اصل طالما اللاعب ما عندوش الرغبه اللي هو يلعب في النادي الاهلي، لا اداره النادي الاهلي تقول له هات عرضه. مع السلامه. اوعى تفتكر ان النادي الاهلي بيخلي لعيب بيلعب غصب عنه. لا لا لا، انت ما اشتريتش النادي يا راجل. ده انت جاي بتدعي الاصابه وتقول انا مصاب عشان خاطر ما تتدربش مع الفريق، ومش عايز تسافر معاهم المعسكر كمان. ايه ده ايه ده؟ ايه يا وسام؟ هو انت يا ابني عشان شاركت مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وتالقت، خد بالك ايوه كنت متالق وامرت الجون انت جبته فينا، مش جبت جون في نفسك؟ ها يا متالق؟ اي نعم يا عم جبت هاتريك ماشي في ماتش بورتو وبعد كده اتصبت وماشي مفيش مشكله، بس الكمال ده وحده يا ابني. ما انت جايب جون في نفسك يا وسام. يعني انت محسسني ان انت كريستيانو او انت ميسي. ايه يا وسام؟ ايه يا وسام؟ بس انت يا ابني الغرور جالك بدري قوي. لسه بدري يا وسام. يعني لازم تحقق تاريخ كبير، وبعد ما تحقق التاريخ الكبير اقول لك تعالى اتغر يا وسام مفيش مشكله. انما انت لسه يا ابني ما حققتش حاجه. بتتغر على النادي الاهلي ليه وجماهير النادي الاهلي ليه؟ انا عايز امشي. مع السلامه يا ابني. المركب اللي تودي. مش هتكون احسن من اللي راح ولا هكون اعز من اللي راح. مع السلامه يا وسام. انا بقول ان اداره النادي الاهلي محمد شريف لوحده ما ينفعش مع جريتشار. انا شايف محمد شريف